رسالة لكل ربات المنزل اللواتي بيحبوا ياكلوا محشي وبياكلوا مكرونة بشاميل. طب المكرونة بالبشاميل والمحشي هل هم متاحين في الدايت؟ هل هي أصناف ينفع ناخدها في الدايت؟ يا جماعة ينفع. المحشي والمكرونة البشاميل متاح لو جدولك اليومي من السعرات يسمح بمعدل من 5 ل8 معالق رز على مدار اليوم، إذا تقدري تعملي حلة محشي مكونة من ال5 ل8 معالق دول. يعني تكتري الخضار بتاعها، كتريه على الآخر. في سيدات كتيرة قوي بتحب تعمل محشي وتكتر الخضروات فيه، ده ما بيأثرش على الدايت على فكرة. المشكلة كلها في الرز. طيب لو حضرتك عايز تاكلي مكرونة بشاميل وجدولك اليومي يسمح بعدد من 5 ل8 معالق مكرونة بشاميل، تقدري تاكلي نفس المعدل في بولة صغيرة من الأكل نحط فيها مكرونة بشاميل. البولة دي قطعتين تقريبا تعادل ال5 ل8 معالق، ما منعناش حاجة، هو عادي. إذا المشكلة مش في المحشي، مش في مكرونة بشاميل، المشكلة في الكمية اللي احنا هناخدها من المكرونة بشاميل والمحشي. احنا عايزين نقنن الوجبات، لازم نكون بنتعايش مع الأسرة بطريقة سليمة. نقول لنا الرسالة دي عشان السيدات تاكل مع أولادها في البيت عادي جدا.